اللي قدامكم في الصورة ده اسمه محمود، محمود الشحات، محمود من محافظة البحيرة وتحديدا من مركز كفر الدوار بمنطقة الصنهرة. محمود من الشباب المحبوبة واللي بجد الناس كلها بتشهد بأخلاقها، ودي شهادة جيرانه اللي بيحبوه واللي قالوا إن هو صاحب صاحبه بجد، ومحترم جدا وراجل رياضي وخلوق ولا بيشرب ولا بيتعاطى أي حاجة. ده غير كمان إن هو بيدرس في كلية حقوق، وأثناء طبعا يعني الدراسة ما بتنتهي أو مثلا الأجازة بتبدأ بيروح يشتغل في اي حاجه، عشان طبعا والده متوفي من 13 سنه، والمفروض ان هو طبعا بيصرف على نفسه وبيكمل نفسه. اخوه شاب برضه محترم جدا، المفروض ان هو مهندس مساحه، وليه اخوات تانيين برضه شباب محترمه جدا. مامته او والدته بتشتغل وكيله في مدرسه. يعني ناس محترمه وناس متربيه وناس اخلاق. اللي حصل لمحمود بقى شيء فظيع جدا وشيء صعب جدا. ايه اللي حصل لمحمود؟ هو ده اللي جاي احكي عنه. وقبل اي حاجه يلا بينا نترحم على محمود، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب، ورب يرجع له حقه، لان اللي عملوا فيه كده للاسف كلهم تحت السن. فيلا بينا مع بعض احكي لكم ايه اللي حصل بالتفصيل. محمود زي ما قلت لكم شاب رياضي وشاب في حاله، ما مش بتاع مشاكل، الناس كلها بتحبه، جيرانه كلهم بيشهدوا باخلاقه. بيشتغل اثناء طبعا الاجازه بتاعته. كان موجود في شغله. اخوه رن عليه طبعا يوم الواقعه وقال له انت فين؟ قال له ان هو خلاص داخل على البيت، يعني عشان يتعشوا مع بعض. واتصل بوالدته، والدته المفروض ان هي كانت موجوده في شارع تاني. كانت قاعده مع والدتها عشان خاطر ست ضريحه فراش كده يعني مريضه، وكانت طبعا يعني بتخدمها بمعنى ادق. رن عليها قال لها انت فين؟ قالت له انا عند ستك وجايه. قال لها طب ماشي يلا عشان ايه نتغدى مع بعض او نتعشى عموما، لان الوقت كان ايه يعني بعد المغرب. المهم طبعا بيقولوا بعد لحظات بالظبط بعد التليفون دوت جه حد كان بيرزع على الباب، مش بيخبط، بيرزع على الباب وبيقول لهم الحقوا محمود، يعني غرقان في دمه. طبعا اخوه طلع يجري عشان يشوفه، لكن راح ما لقاهوش. كانت الاهالي او الجيران اللي موجوده هناك في الشارع دوت اخدوه في شارع اسمه كمونه، بيقولوا ان هو الشارع ده اصلا بيبقى مزدحم من الناس. اخدوه جري بسرعه على مستشفى طبعا الشامله في كفر الدوار، ولكن للاسف كان فارق الحياه. طبعا في اشاعات كتير بتقول ان محمود السبب اللي حصل له. يعني هو لحد دلوقتي عموما النيابه بتحقق في الواقع، وطبعا جابوا الكاميرات وجابوا كل حاجه وتم القبض على الناس من اللي عملوا كده معاه. وده من ضمنهم طبعا اللي هو اسمه ابراهيم. ابراهيم المفروض ان هو كان شاب قاعد في امريكا ونازل يحضر فرح اخوه هنا. وطبعا خاله اتفق معاه وقال له ان هم بعد ما يعدوا الفرح بيعدوا ليلتهم، المفروض ان هم يتصرفوا ويعملوا بقى ايه اللي عملوه دوت. طب ايه السبب؟ قالوا ان هو السبب في خلافات ما بينهم وما بين بعض، عشان خاطر ان محمود بيتكلم مع بنت خاله، او بمعنى ادق بيعاكس بنت خاله. طبعا ده كلام كتير بيتقال هناك، ولكن الله اعلى واعلم ايه السبب بالظبط، انا ما اعرفش عن نفسي. ولحد دلوقتي طبعا النيابه يعني يعني بتشوف الموضوع دوت ولسه بتستوجب الناس. ولسه طبعا في ناس هربانه لان استدرجوه اكتر من 5 تنفار. آه، اتصلوا بيه كذا مره، تعالى محمود عشان نصفي الخلافات ما بينك وما بين ابراهيم. وطبعا راح، وفي الاخر التاني بيتكلم معاه طبعا، شدوا مع بعض. بعد كده التاني قام مطلع واحده سوسته كده، قام مديله في ايديه. بعد كده مسكوه طبعا وقعوا على الارض، وفضل يديله بقى طبعا لحد ما جت النهايه اللي هو طبعا من عند الرجل كده وتر. وطبعا ده متوصل بالقلب، فاللي هو خلاص. وبعد كده سابوه وطلعوا مشيوا. وبعد كده طبعا بدأوا ان هم يبعتوا تهديدات تانية لاخوه، ان هو لو عمل محضر هيولعوا له في البيت، ان هم كده كده اصلا معاهم حصانه ومعاهم الباسبور الامريكي. يعني بمعنى ادق احنا محدش يقدر يكلمنا، محدش يعرف يكلمنا. وكمان زيد على الموضوع دوت ان هم يعني مش كده وبس، لا ده بيقولوا له اللي هيتكلم فيكم احنا مش هنسيبوه، وكلهم تحت السن. يعني ابراهيم ده حوالي تقريبا 16 17 سنه، يعني لسه صغير. آه، حرفيا انا مصدوم من اللي بيحصل. طبعا لو المشكله حقيقي فعلا واحد عاكس بنت، في اهله روحوا اشتكوا لهم، في مثلا اخوك كبير روحوا قولوا له مثلا يعني اخوكم مثلا ابعدوا عن بنتنا او اي حاجه. بس طبعا اخوه بيقول بعد الكلام والاشاعات اللي اتقالت دي كلها، جابوا التليفون بتاع محمود، طبعا النيابه اتحفظت على التليفون. لقوا ان المحادثات كلها بتقول ان محمود هو اصلا اللي كان بيبعد عن البنت، وان هو مش عايز يتكلم معاها، وبيقول لها يعني انت زي اختي، ومش عايز يتكلم معاها بمعنى ادق. فلا
هي مصممه ان هو يعني هي بتحبه وعايزاه، ولكن طبعا ابوها عرف الكلام دوت. فازاي يحصل كده؟ فسلط ابن خالها على الموضوع دوت. وقبلها باسبوع المفروض ان محمود واخواته كانوا موجودين في العفش بتاع اخوه، وكانوا يعني بيوجبوا معاهم، وكانوا لان هم كلهم من منطقه واحده وكلهم جيران، انت متخيل؟ يعني يعتبر اصدقاء او صحاب من منطقه واحده ومن شارع واحد، وعملوا كده فيه. صدر وجه حسبي الله ونعم الوكيل. فيا ريت تصعدوا الفيديو، ويا ريت يا جماعه بجد يعني تترحموا على محمود، لانه شاب لسه صغير جدا، شاب خلوق، شاب محترم. اللي موصل لي الموضوع ده على فكره حد من جيرانه، يعني انا مش جايب الموضوع كده من دماغي، حد من جيرانه وهو اللي خلاني اتكلم عنه. طبعا مش هذكر اسماء او مين اللي قال لي الكلام ده، ولكن اكيد لو بحثت هتلاقوا الموضوع دوت، عشان خاطر بس ما حدش يقول لي انت بتجيب من دماغك. حسب الله ونعم الوكيل طبعا في العمل كده. ويا ريت تعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لغيركم ويسمعوا. ولو مش متابعيني عايزين نشترك تدوسوا على زي تحت صورتي عشان يوصلكوا الفيديوهات الجايه. مع السلامه.